هاني عادل رمزي مواليد 20 اكتوبر 64 من اسكندريه، خريج تجاره القاهره. وهو في الجامعه دخل فريق المسرح، ولما اتخرج دخل معهد فنون مسرحيه، يعني بقى معاه الكارنيه. وساعتها شافه الفنان محمد صبحي وقرر ان هو يشغله معاه. عمل مسرحيه وجهه نظر ومسرحيه تخاريف. الفكره هنا ان هاني رمزي اشتغل مع محمد صبحي اللي اتعلم منه كتير قوي، اتعلم منه من الفن رساله، واتعلم يعني ايه كوميدي. محمد صبحي فنان جامد قوي بعيدا عن ديكتاتوريته كمخرج، هو اصلا ناقشها في مسرحيه كرم، ودي مسرحيه محتاجه نتكلم فيها بس مش في الفيديو ده. المهم، محمد صبحي ما بيطلعش ممثلين، محمد صبحي بيطلع عساكر. وبما ان محمد صبحي جريء، فهاني رمزي هيتعلم الجراءه عادي. فاحنا بقى عندنا ممثل شاطر كوميدي جريء وعنده وجهه نظر، وكان سهل جدا ان هو يشتغل في السينما بعد ما اشتغل مع محمد صبحي. خلاص بقى خلصنا. اللي بعد ظهور هاني رمزي في السينما في فيلم جواز عرفي سنه 90. الزعيم عادل امام والامبراطور احمد زكي والقدير نور الشريف كلهم ناس فوق ال50. السينما ابتدت تعجز والناس بقت بتصرخ من الملل، لحد ما بتيجي السنه اللي بتشقلب السينما المصريه كلها. المخرج سعيد حامد بيقرر يعمل فيلم شباب ويلم فيه كل الشباب، يبقى بطوله الكوميديان الجديد اللي اسمه محمد هنيدي، وصاحب البطل طارق لطفي واحمد السقا. جاي لك يا سقا، لو عايزين نعمل لكم حلقه يعني ايه احمد السقا اكتبوا لي في الكومنتات. الفيلن هنا بقى بيدي لهاني رمزي، وهاني رمزي عشان بقاله سنين بيمثل مع نجوم تقال عرف يعمل الدور ده حلو جدا. دور واحد رخم بيضحك على البنت اللي معجب بيها البطل وبيسف على البطل، فالبطل واصحابه ما بيسيبوهوش في حاله. انت بتكرهه لدرجه ان انت بتفرح فيه لما بيخسر السباق ويقلعوه المايوه. في نفس السنه بيشترك مع نفس الكاست هنيدي والسقا والراحل علاء ولي الدين في المسرحيه الكوميديه الاقرب لقلب الاباندا. السنه اللي بعديها بيشتغل مع نفس الكاست برضه في مسرحيه عفروتو، المسرحيه اللي اتصورت واتعرضت في كل سينمات البلد. يعني كنت تروح تقطع تذكره سينما عشان تدخل تتفرج على مسرحيه مكان الفيلم متصوره وبتتعرض في السينما. وعلى هامش كده، هاني رمزي في السنه دي ديزني بتختاره لانتاج الفيلم الاول من شركه بيكسار، توي ستوري. ايوه، هاني رمزي هو الديناصور ريكس. وبيبتدي هاني يظهر في معظم الاعمال تقريبا. بعد فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه بتجيله فرصه البطوله. الصعايده طلع ترند وبتجيب ايرادات. صعيدي في الجامعه الامريكيه لما نزل عمل 27 مليون جنيه ايرادات. فاحنا نعمل صعيدي برضه، بس نعمله رايح جاي ونطلع البطل صعيدي وعنده وجهه نظر زي هنيدي. هنيدي هناك في الفيلم كان اسمه خلف، احنا هنعمل البطل فضل، 3 حروف برضه. والغريب ان الفيلم بينزل ويكسر الدنيا، بيعمل 10 مليون جنيه ايرادات، رقم كان وقتها يخض. وهاني رمزي اثبت ان هو ممثل يعتمد عليه، وهو صدق ده. وعشان هو عنده وجهه نظر فجرب يلعب في السياسه وبيعمل فيلم جواز بقرار جمهوري في دور عمرو الوكيل. اتنين على وش جواز بيعزموا رئيس الجمهوريه على فرحهم، والرئيس بيوافق، بس الجوازه بتبوظ. الجوازه دي اللي بقت قضيه راي عام، وخلال الفيلم كده بتعدي على شويه حاجات سياسيه، وفي الاخر الجوازه بتتم فعلا، والرئيس بيروح في مشهد متركب بالفوتوشوب كده وبيخلص الفيلم. السنه اللي بعدها بيعمل فيلم محامي خلع، فيلم كوميدي حلو، الوان جديده على السينما، افيهات جديده على السينما، مختلف. هاني هنا كان بيلعب في ملعبه، عيلته ال90 محامي انبسطوا جدا. اخيرا هاني لابس الروب، بس هو لبسه عشان يسف على ثغرات القانون. هاني عمل دور بدر النواساني باتقان مرعب، لان هو متربي في بيوت محامين. في الفتره دي هاني رمزي كان هو الجوكر، ممثل قوي فاهم تفاصيل الشخصيه وبيعرف ازاي يوصل افيه مكتوب بذكاء. سنه 2003 كانت بدايه الاحتراف. هاني رمزي بيعمل فيلم فلسفي بيحكي عن مواطن عادي خاطب بقاله سنين وعايز يتجوز، وبيعرف ان في ماده في القانون بتقول ان هو مواطن وليه نصيب في البلد دي وعايز حق، وبيقرر يبيعه. الفيلم ما نجحش قوي وقتها، تقريبا عمل 3 مليون جنيه بس، لكن الفيلم ده هو اللي خلى هاني رمزي صوت الشعب. يوم الخميس الجاي كاتب الكتاب والدخله. وفي نفس السنة بيعمل دور عادل في مسرحية كده اوكي. وبتيجي سنة 2004 بيعمل الدور الأيقوني في مسيرته، الفيلم الأفضل لهاني رمزي غبي منه فيه، في دور سلطان. ومش هننسى دور صاحب البطل نص. الفيلم ده وقتها بينزل بينافس فيلم تيتو وصايع بحر وعوكل. شخصية الغبي أصلا مش موجودة كتير في السينما، وهاني رمزي عرف يقدمها صح قوي. وقت نزوله ما كانش الترند الأول، بس مع الوقت بقى أيقونة. وعمل دور البورسعيد في السيد أبو العربي، رحلة صعود أبو العربي اللي هاجر هجرة غير شرعية ورجع بكنوز الأرض. فيلم اتهاجم كتير قوي وخصوصا من البورسعيدية، ده عشان شخصية أبو العربي اللي هي تعتبر بمثابة بطل خارق في بورسعيد. في 2006 هاني رمزي بيعمل المستحيل، بيعمل فيلم زازا، المواطن البسيط اللي بيلاقي نفسه ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وبيكسب. الفيلم ده اتمنع واتبهدل في الرقابة وشالوا منه مشاهد كتير جدا. هاني رمزي نفسه مبقاش زي زمان، ابتدى الكيرف بتاعه ينزل. ساعتها هاني رمزي قرر ان هو ما يلعبش في السياسة ويرجع شخصية الغبي. المشكلة هنا ان هاني رمزي دخل في فخ الغباء، غبي منه فيه كان عبقري، بس هاني افتكر ان ده اللي الناس عايزاه، فكرر نفسه تاني في فيلم اسد واربع قطط وفيلم نمس بوند. بدأت الناس تحس ان هاني بيصطنع الضحك، نفس الشخصية بالظبط، ظابط غبي بيعمل حركات بوشه وبيقول افيهات رخيصة عشان يضحك. الجمهور ساعتها ما وافقش على ده. الجمهور اللي كان شايف هاني رمزي ده الرمز للمواطن البسيط بقى شايف تصنع غير مبرر، قصص هشة ومش بنفس المستوى اللي اتعودنا عليه، فبيقرر ينسحب واحدة واحدة. مع كل عمل فني هاني رمزي كان بيقدمه بعد الفيلمين دول كان بيفقد شريحة جديدة من الجمهور. في سنة 2009 بيعمل فيلم الراجل والغامض بسلامته بشخصية عبد الراضي اللي الظروف بتخليه يكذب ويقول على نفسه
رياض. وبعدها بقى بتيجي ثورة يناير. هاني رمزي لقى نفسه في موقف صعب، هو اللي بشر بالتغيير في الافلام بس في الواقع كان متناقض. الناس في الشارع ما قبلتش الازدواجية دي، وده ظهر جدا لما عمل برنامج الليلة مع هاني. في البرنامج ده انت مش بتتفرج على صابر الطيب ولا زازا ولا حتى سلطان، انت هنا تتفرج على هاني رمزي الحقيقي بهزاره ده وافهاته دي. البرنامج نجح جدا سياسيا لكن حرق هاني رمزي فنيا. الناس بتشوف البرنامج بس مش بتشوف الشخصية الدرامية اللي انت بتقدمها، بتشوف الفنان اللي تحول ناشط سياسي، المذيع اللي بيلقح كلام. وهنا بقى بتتربط عقدة المذيع. وقتها بيظهر نجم اليوتيوب الاول رامز جلال، برنامج جديد، فكرة جديدة، بينزل في رمضان، كل الناس بتتفرج عليه، كل الناس بتتفرج عليه، بيكسر الدنيا. حلو بيجيب اعلانات، احنا نعمل زيه، نشفه، نشوف بيقولوا ايه ونقول زيهم، بيعملوا مقالب في مين ونجيبهم، فبينزلوا واحد تاني في رمضان اللي بعده. مش حلو مش حلو. من 2013 لحد النهارده هاني رمزي شبه غايب عن السينما، 6 افلام بس في 11 سنة، منهم توم وجيمي ونوم التلات وقسط بيوجعني. افلام ضعيفة فنيا وتجاريا، حاجة عجيبة. المقالب كانت القشة اللي بوظت صورته عند الجيل الجديد. الناس شافت ان الممثل اللي كان عنده وجهة نظر وبيناقش قضايا الامة بقى بيعمل تمثيليات مكررة عشان الفلوس. هاني في الادغال وهاني في الالغام. ايه هاني في الالغام دي؟ بص شوف، هاني رمزي دلوقتي بيحضر لمسلسل بدون مقابل، بيقولوا ان هو دور جاد تراجيدي بعيد عن الضحك. يمكن دي تكون المرافعة الأخيرة عشان هاني يرجع يثبت لنا إن هو لسه فنان تقيل. إحنا محتاجين هاني رمزي بتاع عايز حق، مش عايزين المذيع ولا اللي بيعمل مقالب. سؤالي بقى ليكم، هل هاني رمزي دمه تقل فعلا، ولا إحنا اللي مبقاش عندنا طاقة نستحمل ممثل بيلعب سياسة؟ لو وصلت لهنا اعمل لايك، سبسكرايب، وفعل الجرس عشان الحلقة الجاية هنهد فيها المعبد على اللي فيه. سلام.